الطفله دي بنت الام والاب دول. الام دي عندها مشكله في علاقتها بالاب، فالبنت صعبانه عليها الام. لو البنت صعبانه عليها الام، ايه اللي هيحصل؟ لو صعبانه عليها الام، معنى كده ان هي هتبقى حاسه ان هي محتاجه يا تقف جنبها قدام الاب، يا تقف فوقيها قدام الاب. جنبها معناها ان هي هتبقى حاسه بالمشاعر بتاعه الام ناحيه الاب. عشان كده في ناس لما بتجيلي بتتكلم على باباها من منطلق جمع. بابايا كان دايما بيعمل فينا كذا كذا كذا. فلما بقول لهم غيروا الكلام بتاعكم وقولوا لي كان بيعمل فيا، بيلاقوا ان الكلام مش منطبق عليه. ما عملش فيهم حاجه، هو كان بيعمل فينا لان هي بتتكلم بالنيابه عن امها في علاقتها بباباها. هي حاسه ان هي مامتها بالظبط كده. فعلشان كده مهم قوي ان الشخص يبقى عارف هو حدوده فين. هي بنت الشخص ده، انما دي مرات الشخص ده. فلو البنت خدت مشاعر الزوجة ناحية الأب، البنت دي حت علاقتها بباباها هتبقى وحشة، رغم ان هي ممكن يكون الأب كان أب كويس ليها، بس ممكن يكون كان زوج مش حلو لمامتها. علشان كده مهم قوي ان احنا ناخد بالنا من الحتة دي. المكان بتاع الشخص، طول ما انا واقف في مكاني، طول ما انا اوتوماتيكلي قادر استقبل بشكل مناسب. لان أنا لو انا وقفت جنب امي البنت دي، اول حاجه هتبقى هي واخده نظره الام للاب. اول حاجه. الحاجه الثانيه، دي حاجه مهمه جدا، اتصالها بالاب اتقطع. اتصالها بالاب اتقطع معناه ايه؟ معنى كده ان في بقى في حد في النص بين التشايلد وبين الفاذر. بس ده اتصالها هي بالاب، ما اتصال الاب بيها هيفضل موجود. لا، نفس الموضوع، ما هي الام دي بقت في النص. فلو الام بقت في النص دي مشكله.